يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين. اليوم رح نعمل فطيرة بالزبيب والمكسرات بطريقة كتير طيبة وكتير سهلة. تابعوني ورح تحبوها كتير. بيضتين بحرارة الغرفة، ظرف فانيليا، وربع كاسة زيت نباتي، 4 معالق كبيرة سكر. هلا رح نحركهم لحتى يدوب معنا السكر. بعد ما داب معنا السكر رح نحط كاستين حليب دافي، معلقة كبيرة خميرة فورية، رح ندوب الخميرة معهم. هلا بعد ما دوبنا الخميرة هلا رح نحط الطحين. رح ياكلوا معنا بين ال5 كاسات وال6 كاسات طحين. أول شي رح نحط 5، ترجع حسب نوع الطحين. رح نحط لهم رشة ملح خفيفة. هلا رح نعجنهم. هلا الكاسة السادسة رح فضي نصها، وهلا رح احط النص الثاني اللي ضل معنا. مثل ما قلت لكم بترجع حسب نوع الطحين، بجوز تاكل 6، بجوز 6 الا شوي، وبجوز اكثر شوي. هلا بعد ما دعكناها كتير منيح هيك صارت جاهزة معنا العجينة. شوفوا ما احلاها. هلا رح ادهن الزبدية بشوية زيت عشان ما تلزق معنا العجينة، وراح احطها وغطيها وريحها ساعة زمان لحتى تختمر معنا. وهيك اخواتي بعد ما اختمر معنا العجين هلا راح نطلع الهواء منه. هلا راح اقصها بالنص، راح رجع اول نص على الجاط، وراح اشتغل بالنص الاول. راح افردها. وهيك اخواتي بعد ما بديناها هي السماكة اللي بدنا اياها هيك. هلا راح ادهنها بزبدة. اول شي راح اعمل لها رشة جوز الهند. بعد جوز الهند راح نحط لها زبيب، وزبيب اسود كمان راح احط لها. وراح احط لهم كمان رشة لوز مكسر. انتو اي نوع مكسرات بتحبوه فيكم تحطوه. هلا هيك صارت جاهزة معنا. هلا رح نلفها رول. هلا بعد ما لفيناها رح نسكرها. هلا رح نحط اللي جهزناها اول شي، رح نحطها فوقها ونلفهم سوا.
هيك بهذا الشكل. وهلا راح سكرها كتير منيح. هلا راح نقصها من هون بالنص. هلا راح نلفها هيك رول. هلا راح نحطها بالصينية. عندي حاطط بقالب الكيك ورقة زبدة. هلا راح احطها فيها. وهلا راح خليها بقلبه لحتى ترجع تختمر معنا. راح ريحها شوي. هيك اخواتي بعد ما ريحناها ورجعت اختمرت معنا. هلا راح ادهن وجهها. عندي صفار بيضة وحليب وحاطط لها انا خل مشان الزنخة. فيكم تدهنوها بس بحليب اذا بتحبوا. هلا راح فوتها على فرن محمى على درجة حرارة 180. راح تاكل معنا بين 30 وال 40 دقيقة. وهيك اخواتي بعد 40 دقيقة بالفرن وبعد ما بردت صارت جاهزة معنا. شوفوا لي اخواتي ما احلاها. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا اليوم. ولا تنسونا بالمتابعة واللايك. وصحتين وهنا للجميع.